في مقابلة حصرية مع قناة كينال زائد الفرنسية، فتح النجم المغربي أشرف حكيمي قلبه للجمهور، وتحدث بصراحة عن مشواره، اختياره تمثيل المغرب، وطموحه في الفوز بالكرة الذهبية. تصريحات أثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل، وسنستعرضها لكم بالتفصيل في هذا الفيديو. حكيمي أكد أن قراره بتمثيل المنتخب المغربي لم يكن قراراً عقلياً فحسب، بل كان شعوراً داخلياً. قال: قلبي هو الذي قال لي اختار المغرب. رغم أنه كان بإمكانه اللعب لإسبانيا، إلا أن ارتباطه ببلده وأهله كان أقوى. أكثر ما أثار الجدل هو حديث حكيمي عن جائزة الكرة الذهبية، حيث قال إنه يعتقد أنه يستحقها، خاصة كمدافع سجل أهدافا حاسمة في ربع النهائي والنهائي. تصريح اعتبره البعض ثقة عالية بالنفس، واعتبره آخرون رسالة للعالم أن المدافعين أيضا يستحقون التتويج. حكيمي تحدث أيضا عن حلمه في مواصلة التألق مع باريس سان جيرمان، ورغبته في كتابة التاريخ مع المنتخب المغربي، وأكد أن ما يهمه أكثر من الجوائز الفردية هو إسعاد الجماهير وتحقيق البطولات. مقابلة حكيمي على كينال زائد كانت مليئة بالثقة، الصراحة، والرسائل القوية. فهل ترون أن أشرف حكيمي يمكن أن يكون أول مدافع مغربي يفوز بالكرة الذهبية؟ شاركونا آراءكم في التعليقات.